يعني لحد الآن احنا نحس ان في نقص واضح من أن يلعب المجتمع دوره المطلوب منه تجاه الشباب، وأيضا الشباب أيضا أحيانا نحسهم مقصرين في دورهم تجاه مجتمعهم، فنحن ننتظر منهم أكثر. فمن خلال هذه الوزارة وهذه عملية ما هي بسيطة، ونعتبرها عمل فيه تحدي كبير، خاصة أنه يرتبط بالعنصر البشري وبالشباب أنفسهم والتعامل مع البشر أينما كانوا، سواء في التعليم ولا في الشباب ولا في أي برامج شبابية ولا في أي مكان، يعتبر تحدي كبير. هناك من الأولويات لدينا على سبيل المثال، أنت عندما تريد أن تؤسس لمجتمع مستقبلي وتنشئ مجتمعا صحيا، يجب أن تلتفت إلى الناحية الصحية. إذا أردت أن تطلب شيء، انظر إلى الواقع، طبق الواقع. الآن لدينا أكثر من 250,000 مواطن مصاب بداء السكري. ماذا فعلنا؟ الكويت الأولى في نسبة الإصابة بالسمنة. ما الذي سنفعله؟ الكويت من أعلى النسب في أمراض ضغط الدم. كيف نتحدث عن مجتمع نريد أن يكون مساهما فعالا في بناء وطن المستقبل وهو يعاني من أمراض؟ إذا لم نتصدى لها كأولوية، كل هذه الجهود ستكون جهود متواضعة. بإذن الله رؤية جميلة وتطلعات واضحة ان احنا ان شاء الله في انجاز باذن الله، ان شاء الله ما تكون على الورق نفس الكلام الباقي. بالنسبة لي مشروع، انا ما ابي ادخل في مثل مواجهة او شغله، بس انا عندي بس نقطة واحدة. بالنسبة لي مشروع الكويتي وافتخر، مو دفاعا على عضو لجنتكم اللي هو الاخباري الوزان، بس انا كنت جزء من هالمشروع هذا. اذا احنا نتكلم عن ان مشروع الكويتي وافتخر ما يمثل الشباب، عيل اللي هو 400 متطوع من يمثل. اذا تتكلم عن اكثر من 700 مشروع قدموا لنا في مشروع الكويتي وافتخر، هذا من اعتبره هذا يدرج تحت اي كاتيجوري موجوده في المجتمع. زائد اذا احنا نتكلم عن اختلاف الشرائح، احنا التيزر اللي سوته الاخت الزين، اختلافنا يجمعنا، فاحنا اختلافنا احنا متفقين عليه، لازم يكون في اختلاف. اخوي مشروع الكويتي وافتخر هو مشروع وطني، احنا نقدم فيه، نحتضن الشباب، ننشر افكارهم. طبعا هذا كان قبل وجود وزاره الشباب اللي تم انشائها. احنا ما نبي شيء، احنا بس نبي كلنا ننصب في مبادرتكم الساميه. احنا ودنا ان نوصل للنقطه النهائيه، احنا ما نبي نشوف بس دراسات على الورق، هذا كله شيء يعني مرتب جزاكم الله خير عليه، بس احنا نبي نكون احنا جزء من هالعمل هذا. انا ما ادري شلون احنا ممكن نكون اداه لكم في وزاره الشباب. اعتقد هذا يبي له مخطط بعد ما تخلصونه ان شاء الله، تشوفون وين الاحتياج الموجود. فاعيد مره ثانيه ونكرر، مشروع الكويتي وافتخر او اي مشروع شبابي كويتي، انا احط 60 خط كلمه كويتي، هذا كله للشباب. احنا ما عندنا اي هدف او استرباح منه، واحنا بس ما نبي الا بس شغله واحده نذكرها، ان مشروع كويتي وافتخر او اي مشروع شبابي هذا للشباب، مو لنا احنا راحت علينا. يعطيكم العافيه.